اهم حاجه احنا بفضل الله سبحانه وتعالى بنتميز بيها التفاصيل والفينش النهائي. تعالى بص كده، حته السيراميك اللي بتفضل، طبعا الباب دوت راكب خارجي، يعني البار راكب من بره، وطبعا الضرفه بتفتح للداخل. فعرض الحيطه هنا، عرض الحيطه، بص عرض الحيطه بتاع 15 سم، 15 سم، ارجع ورا شويه كده، 15 سم. فاحنا مركبين البرور والحلق من بره، فبدل ما تتساب دي فاضيه والسيراميك يبقى شكله مش مقبول، لا احنا جلدنا اللي باقي من الحيطه بنفس الخامه وبنفس اللون، بحيث ان هو يديني شكل حاجه ايه، حاجه محترمه وشيك كده. بص يا باشا، تعالى تعالى على الحلق كده من جوه، تمام، ارجع كده ورا. كمان الشريحه هنا الاسود مط مع اللون الخشبوني ما شاء الله تحفه. شرايح كده بسيطه كده مديه لمسه فنيه جميله. طبعا الموضوع، انا حد هيقول لي السيليكون شكله شاذ والكلام ده كله، السيليكون ده لسه ملزوق حالا، مجرد ما ينشف هنحط عليه ماده هتديني نفس اللون ده بالظبط، يعني كانه مش موجود بفضل الله سبحانه وتعالى. تعال بص على الباب من بره. هنا الباب من بره اهو، البرور اهو، بص شكل البرور تقفيل. هنا برضو بنتميز حته الكاوتش. تعالى هنا كاوتش، طبعا في ناس كتير بتستهتر وما تركبش الكاوتش بتاع البار، احنا بنركبه. ادي الكاوتش بتاع البار اهو، الكاوتش كمان الداخلي اللي في الحلق اهو، كاوتش الطرفه، بصوا قفلين الطرفه وفتحها.